تمر في البطولة الوطنية. 90 دقيقة هل فيها إثارة وتشويق بقدر ما فيها شد الأعصاب والضغط المرتفع؟ هذه الأشياء التي يعيشها كل متتبع للديربي. الكل يتحدث عن الديربي بأسابيع قبل الموعد، الكل يتحدث في المقاهي في البيوت، كل دار مشاهدينا الكرام تنقسم إلى نصفين، الرجاوي والودادي. الأب قد يكون رجاوي والودادي أو رجاوي والودادي، واللحظة المنتظرة لحظة التفوات المرتقبة في هذا الأثناء بعد دخول الفريقين. مشاهدينا الكرام سننتظر على أساس الرؤية مرة أخرى الإبداع يتواصل هنا في المدرجات، والرجاء يرفع صورة زكريا السروالي بقلب ووسطه حرف زد، يعني زكريا السروالي. هنا يبقى مشاهدينا الكرام زكريا السروالي الحاضر فقيد الكرة المغربية في 2011. هنا الرسالة مكتوبة: حملت قميصنا وستبقى في قلوب نادي الرسالة. وكذلك كذا نوت سيتي دي زوم بالنسبة لرسالة الوداد المرفوعة. هذا هو التيفو الأول للرجاء، على أساس أن هناك تيفو ثاني بالنسبة للرجاويين. والصورة أمامكم مشاهدينا الكرام، والرسالة بالنسبة للوداد بحثها عن رسالة أنها هنا تسيطر على جماهير الدار البيضاء، وكذلك بالنسبة للجماهير الرجاوية التي ترفع صورة زكريا السروالي المرحوم رحم الله الفقيد زكريا السروالي مرة أخرى. وهنا صورة جميلة جدا واعتراف كبير من جماهير الرجاء الرياضي البيضاوي لهذا الفقيد، هذا اللاعب الذي أعطى الكثير لنادي الرجاء. هنا كذلك الوداد ترفع تيفو الوينرز من أجل تحفيز لاعبيها والاحتفالية والكوريغرافيا بعد دخول الفريقين كما تعودنا. والشمارخ انطلقت هنا، وصورة رائعة جدا، صورة رائعة جدا هنا مشاهدينا الكرام، صورة رائعة جدا وروعة روعة روعة ما نراه. والله من هو جالس هنا بمركب محمد الخامس قشعريرة واحتفالية كبيرة جدا. الكل يرفع الهواتف لأخذ الصور التذكارية لمن حضر في هذا الديربي ولمن يتابع هذا الديربي هنا بمركب محمد الخامس. المعلمة الكهروية التي تحتضن هذه الأجواء وهذه الاحتفالية هنا اليوم في آخر أيام 2011. من سيبتسم؟ من سيحتفل؟ لمن ستدق طبول الانتصار؟ ومن سيخرج بهزيمة؟ سننتظر ونترقب مشاهدينا الكرام. إذن هكذا الصورة. في هذا الأثناء هناك صورة لتيفو آخر على مستوى مدرجات الرجاء الرياضي البيضاوي. تيفو الرجاء في رسالة هي 5-1 تذكر بالنتيجة العريضة التي حققها الرجاء في تسعينيات القرن الماضي أمام الوداد الرياضي البيضاوي. هكذا هو التيفو الثاني هنا بالنسبة للجماهير الرجاوية. هكذا هي الصورة هنا بالشمارخ، هنا بالألوان، هنا في انتظار صافرة البداية. الآن تعرفنا على متعة المدرجات، هل بالمثل ستكون المتعة هنا على المستطيل الأخضر؟ سننتظر ونترقب. لم يبقى إلا ثواني على الإجابة على السؤال، لا طالما انتظروا الجميع انتظار الفرجة والمتعة. أجواء ضبابية هنا بمركب محمد الخامس، أجواء ضبابية هنا بمركب محمد الخامس، واحتفالية بهستيريا رائعة هنا بأمواج بشرية بمركب محمد الخامس. ربما الكل يقف هنا بمركب محمد الخامس، الكل يقف، يعني أن العدد كبير وكبير جدا، لا مكان حتى الإبرة.